اتكلنا على الهوا. ايه الكلام ده؟ ده الاعداد لسه بيقول لي الحلقه عامله مشاهدات عالميه، وبعدين على الموضوع اللي قلقك ده يومين ثلاثه الناس هتتلاقي في اي حاجه جديده وخلاص. شهادات ايه يا كريم؟ اعترف بالهزيمه. مختار ابو المجد هزمنا قدام الناس كلها. ما حصلش، لا هو ولا 10 زيه، وما بحبش الكلام ده. ها بذمتك هو ده اللي جابوه لحد عندي وانا لففه حوالين نفسه واخده غسيل ومكوى؟ ده احنا اللي اتخذنا غسيل ومكوى. مش ده كلامك برضو؟ ايوه كلامي، واللي حصل النهارده مش هزيمه ولا حاجه. اسوأ الاحوال تعادل، لسه في ضربات ترجيحيه ولسه الماتش طويل. هتعمل ايه بقى؟ هتجيبوه هنا تاني؟ لا طبعا. بقول لك ايه، انت اللي ليكي ان انا اسلمك البيت اللي ساكنه فيه مي طليقتي خالص مخلص، وفي هذه الحاله سي مختار افندي بتاعكوا ده هيبقى زعزوعه لوحده كده منفردا في وسط المربع اللي انتوا عايزين تخلصوا فيه، وهيبقى سهل تخلصوا. هتقنعها ازاي بقى؟ ده انا معلوماتي انها تطيق العمى ولا تطيقك. ايه ده صح؟ انا مش عارف عرفت ازاي بس صح. وعموما كده كده احنا مش في وقت حتى ودي، انا هتصرف وهاخد قرارات من نفسي وهسلمكم البيت ما تقلقيش. طب ثواني بقى. لو يحيى بيه سلمي لي عليه وقولي له ان انا عملت اللي عليا. عايزين نمضي، انا جاهز. ايوه يا مستر جلال، شفت الحلقه؟ طبعا شفت، طبعا ما اتبسطتش. استاذ كريم بيقول ان احنا ما اتهزمناش ولا حاجه. كريم ده يمكن نسبيا عنده حق. الموضوع كده بوخ ومسخ قوي، ولازم له نهايه تليق بيه. هو بيقول ان هو هيديلنا بيت ميت طليقته، وهو ده كل اللي يقدر يعمله دلوقتي. يعني مش بطال، وهيبقى طلعنا منه باي حاجه. طب ومختار؟ مختار ده بقى احنا اتساهلنا معاه ومع عيلته زياده عن اللازم. خلاص كده وقت الحرب الشامله جه. يعني ايه حرب شامله؟ ضربه قاضيه تجيب من الاخر، ما يقدرش يقف بعدها على رجليه، ولا انه يرفض ويتنك. يعني هو انت عندك يعني خطه معينه؟ طبعا، بس مش هقدر اقولها لك على التليفون دلوقتي. هم 48 ساعه بالكتير. مختار بعدها هيستسلم تماما. مش فاهمه. لما اشوفك افهمك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.